ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني من اخر فيديو انا نزلته اوائل رمضان. بص بقالنا كام شهر كده، داخلين في 3 شهور تقريبا او عدينا. اول حاجه وقبل ما ابدا في اي كلام بحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. انا النهارده صباحيه العيد بالظبط، انا بسلم عليكم كده اهوت. آه، عرفتش اصور لكم حاجه في العيد خالص ولا في العيد الصغير، وكنت موقفه شغل خالص على القناه. والناس اللي معايا من الاول عارفين السبب ايه وعارفين ايه اللي وقفني. حاجه غصب عني مش برضايا. حاجات حصلت كده في اليوتيوب او بالاخص في القناه نفسها. فالحمد لله على كل شيء. بس مش عارفه ابعد عن القناه، مش عارفه اوقف تصوير. انا بحب القناه، انا بحب التصوير، بحب الشغل عامه. فاللي حصل ان انا وقفت فعلا غصب عني، دي مش برضايا خالص. الجو حر حر حر، وانا عشان اصور عشان صوت المروحه انا طفيتها. فالحمد لله. طيب انا طالعه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، حشتوني جدا بجد. كل يوم عايزه اطلع معاكم، كل يوم عايزه اصور، كل يوم عايزه اعمل حاجه، ومفيش وقت خالص. دلوقتي انا مش معايا اتنين، انا الحمد لله ربنا كرمني، وانتوا عارفين الناس القديمه اللي معايا عارفه ان انا ربنا كرمني 3 اطفال. بالذات الصغنونة اللي فيهم دي هي اللي مشهيصاني ومشهيصة يومي ومقلبالي كياني خالص، وموقفاني بمعنى الكلمة. ربنا يحمي أولادنا كلنا يا رب. فيومي مقلوب، حالي مقلوب، مش عارفة أصور، مش عارفة أعمل حاجة. بس على قد ما أقدر كنت كل لما أحاول إن أنا أعمل حاجة أنا ما بتأخرش، وكنت بعملها على طول صراحة. كنت أبقى عايزاكم معايا في توضيبات العيد وكده، وخدتكم برضو معايا. بص انا كنت موضبه وكنت عامله كل حاجه على العيد الصغير، والشقه دي كانت قشطه. عارفه ان انا هاجي على العيد الكبير، اجهدت نفسي جامد في العيد الصغير، لان انا عارفه ان انا هاجي على العيد الكبير مش هعمل حاجه. يعني زي ايه بقى؟ اللي هريح شويه عشان افوق لليان. ليان برضو اللي ما يعرفش هي، او انتوا اصلا ما تعرفوش، في عندها يعني هي تعبانه شويه. فيعني بتاخد وقت كبير من يومي يعني. فالمهم ان انا جيت على العيد الكبير قلت خلاص انا مش هعمل اي حاجه، يعني همسح الخشب بس، الموبيليا، هلمع الارضيات، هكنس كده السجاد بالمكنسه او بالمكنسه العاديه كده، بشويه ميه ودوني اللي هو الغسيل على الناشف ده، عارفينه. طبعا ما حصلش. اللي بيحب يشقلب الدنيا زي كده مش هيرتاح للجملتين اللي انا بقولهم دول. فجيت عملت، هي فكره جاتني في لحظه، فعلا هي لحظه زي ما انتوا شايفين كده. ال- السفرة عند الباب، السفرة جوه في الأوضة، والصالون عند الباب. فأنا نقلت ما بينهم عشان تنقلي ما بينهم زي ما انتوا شايفين أحداث الفيديو عاملة ازاي. شلت السجاد والنيش ده، يعني كويس ان انا كمان شلته، لاني كنت قايمة عفار التراب وانا كنت فاتحة النيش بجيب حاجات وكان عندي عزايم. فالنيش مش مقفول بالمفتاح، فبفتح وبقفل. انا مش بتاعت النيش، معروف عني من زمان ان هو بيتحط كده ديكور. لا انا بطلع اللي فيه وبدخل وبستخدم كل حاجة، ما فيش مشكلة خالص معايا. فطلعته بقى، غسلته من اول وجديد وظبطته وكل الكلام ده كده كله. برضو زي ما وريتكم في اول الفيديو، كنت مبسوطة بوريكم التلات اشكال بتوع الشنط بتوع السبوع بتاع زياد وليان ولوجاني، التلاتة زي بعض. حاولت ان انا اوفق على قد ما اقدر حتى لو كان ما بينهم فرق سنين، ان هما شنط السبوع تبقى زي بعضها وشايله ذكرى. طبعا النمل بهدلني ودمر لي النيش خالص. مش اللي يعني بياكل من الحمص فيوقع على النيش والحاجات دي كلها، فاضطريت ان انا اغسل كل الكلام ده كده كله وظبطته. واهو انتوا شايفين النتيجة في الاخر الحمد لله كانت مرضية. برضو حاولت ان انا ادخلكم معايا في مود التشجيع كده والتغيير من الاساس، ومن هنا من اوضه لاوضه ومن الكلام ده كده كله. وفي العيد بقى قضينا عيد لذيذ الحمد لله عدى علينا. احنا اول عيد نخرج، خلي بالكم اول يوم العيد خرجنا الحمد لله يعني. كان يوم لذيذ، كان هادي. اول يوم العيد بيبقى الشوارع فاضية مش مزدحمة من الخروجات علشان الأضحية والكلام ده كده كله.
بس فحبيت ارجع لكم فيديو كده اعتذر لكم عن الفترة الطويلة والغيبة الطويلة اللي انا غبتها عنكم دي، وبحس باشتياق للقناة كده هوت، وبحس ان هي عيل من عيالي صراحة. يعني انا عندي زياد وثلاث بنات اللي هم زياد لوجينا والقناة وليان. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، وبحبكم في الله، وحبيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. واستنوني بقى ايه فيديوهات كده حلوة جاية ان شاء الله. عايزين ان انا اعمل لكم روتينات وامنتج وانا معاكم كده هوت عليها، مفيش مشكلة. عايزين امنتج بصوت مخفي زي زمان، انا برضو مفيش مشكلة. قولوا لي ايه اللي انتوا عايزينه في القناة. إيه، بفكر كتير ان اغير المحتوى، بس عايزة محتوى لذيذ برضو من اللي هو يبقى تبعنا كده، يخصنا، مش حاجة مش شبهنا. يعني انا عايزة حاجة شبهي، يعني حاجة شبهنا زي كده ايه، اتعودنا على بعضينا بحاجة لذيذة. المهم اوعى تنسيني بلايك واشتراك لو اول مرة تشوفيني، عشان تبقي اخت من اخواتي. وان شاء الله اكبر بيكم باذن الله، وافضل مستمرة في القناة وتكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. فانا دلوقتي هقفل واقول لكم استودعتكم الله، ولا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله.